وربما في اتصال سابق تعرفنا على ملامحها، ولكن هناك المزيد، حيث وصلت الآن تشكيلات من الأمن المركزي ومصفحتان تابعتان للشرطة إلى منطقة أحمد بدوي بشارع شبرا، وذلك لفض الاشتباكات الدائرة بين عائلتين هناك ولعمل كردون أمني تحسبا لتجدد تلك الاشتباكات. يذكر أن مجموعة من الأشخاص مجهولي الهوية قد اقتحموا شارع شبرا وكسروا المحال التجارية به. ومن ناحية أخرى تسود الآن حالة من التوتر بين الأهالي في شارع طصن بمنطقة شبرا، هذا فيما يتجمع شباب من أهالي المنطقة تحسبا لتجدد تلك الاشتباكات، هذا وقد غلقت المحال التجارية خشية آثار العنف المتوقع. وترددت أنباء كذلك بين شباب المنطقة عن سقوط قتلى، وأن الاشتباكات تدور ما بين نجل منسق حملة لازم حازم جمال صابر وبين أهالي شارع العسال في شبرا. لمعرفة مزيد من التفاصيل ينضم إلينا الآن عبر الهاتف أستاذ أحمد غنيم الصحفي بجريدة الوطن. أستاذ أحمد غنيم، ما هو الموقف الآن من خلال موقعك الذي تتابع منه تطورات الحالة الأمنية حتى وصول تلك يعني الإمدادات الأمنية؟ الموقف الآن هو توقف الاشتباكات التي استمرت على مدار ما يقرب من 3 ساعات بعد وصول مدرعتين للأمن المركزي. نعم. وعدة تشكيلات من قوات الشرطة، فضلا عن تواجد اللواء أسامة الصغير مدير أمن القاهرة في شارع شبرا للإشراف بنفسه على الأوضاع الأمنية. الآن ربما توقفت الاشتباكات وعاد الهدوء بعض الشيء لمحيط شارع شبرا. المدرعتين التابعتين للأمن المركزي يتمركزان الآن في منطقة دوران شبرا. نعم. ككردون أمني فاصل لمنع الاشتباكات بين أهالي شارع طوسن وأهالي منطقة العسال. نعم. أستاذ أحمد، يعني هل تأكدتم من عدد القتلى والمصابين في تلك الاشتباكات؟ المؤكد أو الواقع الأدق حتى الآن هو سقوط قتيل واحد، وهناك أنباء فضلا عن وجود 9 مصابين الآن يرقدون بمستشفى الساحل. نعم. وهناك أنباء تردد عن شخص آخر، طفل في حالة حرجة بسبب إصابته بطلق حي في الرأس. إذن 9 مصابين بالإضافة إلى حالة قتيل واحد على حد قول الأستاذ أحمد غنيم الصحفي بجريدة الوطن كشاهد عيان. ولكن يعني حالة التأهب أو حالة الهدوء الحذر أو حالة ربما حسبان تجدد الاشتباكات بين أهالي شبرا وأهالي شارع العسال، ربما يعني هناك نوع من التحفز، وده اللي هيخلي طبعا قوات الأمن متواجدة حتى إشعار آخر. بالتأكيد قوات الأمن حتى الآن متواجدة في شارع شبرا، وهناك تكثيفات أمنية تأتي بين الحين والآخر، حتى أن أمام مستشفى الساحل التي يرقب بها المصابين هناك تشكيلات الأمن المركزي وصلت حاليا. نعم. لمنع وجود أي مناوشات أو اشتباكات أمام المستشفى. طيب، ولكن أستاذ أحمد، هل تم إلقاء القبض من قبل قوات الشرطة على أي من الأشخاص من الجانبين؟ حتى هذه اللحظة ربما لا، لأنه الأمر كان ملتبس على الجميع. الاشتباكات دائرة منذ 3 ساعات، كان هناك تواجد محدود جدا قبل 3 ساعات لقوة مباحث قسم واد الفرج، ولكنها بسبب الاشتباكات المكثفة في الإطلاق الحي للرصاص وإطلاق خرطوش انسحبت. وقبل قليل فقط جاءت مدرعات الأمن المركزي، فحتى الآن أعتقد أنه لم يتم القبض على أي من الأطراف المشجرة. طيب، هل تتعامل قوات الأمن المركزي ببعض الوسائل التي تتبعها كمثلا إطلاق غاز مسيل للدموع أو غيره، أم أن الحالة حتى الآن لم تستدعي إلا التواجد للحجز والفصل ما بين سكان شارع شبرا وسكان شارع العسال؟ حتى هذه اللحظة لم يتم استخدام أي من وسائل فض الشغب المعتادة، سواء ما يتعلق بإطلاق مسيلين الدموع أو طلقات الخرطوش أو حتى طلقات الرصاص في الهواء، بسبب استجابة أهل المنطقة لفض التجمهر في الشارع وإخلاء المنطقة المحيطة بالاشتباكات. حتى الآن فقط مدرعتان يتمركزتان في منطقة دوران شبرا كحائل لمنع تجدد المناوشات بين الطرفين. نعم. يعني ربما نتابع الآن على شاشة اون تي في لايف صورة من موقع الاشتباكات في شارع شبرا، صورة فوتوغرافية حتى الآن. ولكن أستاذ أحمد غنيم، يعني الشارع في شبرا تحديدا والشباب شارع شبرا تحديدا، هل ما زالوا أيضا متواجدين حتى إن لم يكن مشاركين بشكل مباشر في تلك الاشتباكات، ولكنهم يعني ربما شعروا بأن
شارعهم ومنطقتهم قد تعرضت مثلا لنوع من الهجوم، وبالتالي لابد أن يقفوا ويدافعوا عن هذا الشارع الذي يخصهم والذي يسكنون فيه؟ بالتأكيد هناك على كل الشوارع المحيطة بمنطقة الشبكات هناك يعني ما يسمى أو ما أقرب للجان الشعبية المتواجدة على كل شارع لمنع نعم لمنع وصول الاشتباكات الشوارع الفرعية محيطة المنطقة، فضلا عن وجودهم كأشخاص يتابعون الاشتباكات، خاصة لأن حضرتك أكيد تعرف إن منطقة شبرا كلها ترتبط بعلاقات، سواء علاقات قرابة أو علاقات صداقة، فتكون الشوارع مرتبطة ببعضها البعض. طيب استاذ احمد، يمكن سؤالي الاخير وانت موجود حتى الان في منطقه الحدث، يعني هل برؤيه الصحفي المتابع للحدث هل تتوقع ان تستمر اعمال الاشتباكات يعني، وهل الغد ربما يحمل تطورا من الجانبين؟ ربما في حال انسحاب قوات الشرطه تتعود الاشتباكات. هذا هو الواقع الادق، انه في حال انسحاب قوات او انسحاب مدرعات من محيط شارع شبرا ربما تتجدد الاشتباكات. الصحفي احمد غنيم، الصحفي جريدة الوطن، شكرا جزيلا، كان معنا متابعا لاحداث منطقه شبرا التي شهدت حاله من الفوضى ومن القر ومن الفر، وشهدت ايضا تواجدا امنيا مكثفا، وشهدت مجموعات من الامن المركزي للفصل ما بين سكان شارع شبرا وسكان شارع الساحل او العسال عفوا، التي دارت بينهما تلك المعركة.